مباراة الأهلي والعين الإماراتي في ربع نهائي بطولة الانتر كونتيننتال هي حديث الشارع الأهلاوي. طب إيه هي نقط قوة فريق العين ونقط ضعفهم؟ إزاي الأهلي يقدر يبطل نقط قوتهم ويستغل نقط ضعفهم؟ ده هيبقى موضوع حلقتنا النهاردة من برنامجكم بلاي ميكر. العين هو بطل آسيا وفريق كبير جدا وعنده سكواد جبار حرفيا، وده ظهر لما لعب المباراتين الماضيتين سواء قدام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا أو قدام دبل حسن في الدوري الإماراتي بفرقتين مختلفتين حرفيا. العين كمان تغلب على اوكلاند سيتي في الدور التمهيدي للبطوله بنتيجه كبيره جدا وكانت 6-2. نقطه قوه العين الرئيسيه هي خط هجومه المرعب سفيان رحيمي ولاباكوجو وسيكو بابا جسامه اللي انضم لهم حديثا من نادي البطائح الاماراتي، ومن وراهم كاكو وبالاسيوس ومحمد عباس. والحقيقه دي مش مجرد اسماء، يعني لو هنشوف ارقامهم الهجوميه نادي العين لعب 11 مباراه هذا الموسم، سجل 36 هدف، يعني بمعدل اكتر من 3 اهداف في الماتش الواحد، ده معدل كبير جدا. ولكن هل ده معناه ان الاهلي صعب يكسبهم؟ لا، خلينا اطمنك على الناحيه الثانيه واقول لك برضو انهم عندهم كوارث في الدفاع. يعني النادي العين لعب الموسم ده 11 مباراه دخل في مرماه 23 هدف، يعني بمعدل اكتر من هدفين في المباراه الواحده، وده برضو معدل كبير جدا. ومن ضمن الاهداف اللي دخلت مرمى العين هذا الموسم 10 اهداف في اخر 3 مباريات في دوري ابطال اسيا. كمان العين ما قدرش يخرج غير بكلين شيت وحيد في كل مبارياته هذا الموسم. يعني هنلخص فرقه العين في كلمتين، هنقول ان هو فريق قوي جدا هجوميا ولكن في الناحيه الثانيه ضعيف جدا دفاعيا. الاهلي طبعا مطالب بالفوز باللقاء لسببين، اولهم ان المباراه هتبقى على ارضك ووسط 52,000 مشجع اهلاوي، وخصوصا ان الفيفا اعلن ان الفائز باللقاء هيحصل على كاس وبقى في مراسم تتويج بعد اللقاء. ثانيا لان العوائد الماليه للمباراه ضخمه جدا، يعني الفيفا اعلن ان الفائز بهذا اللقاء هيحصل على 2 مليون دولار ان شاء الله يبقوا من نصيب الاهلي، والخاسر هيحصل على $1,000,000. طب ايه المطلوب من الاهلي عشان يفوز بهذا اللقاء؟ مطلوب التامين الدفاعي الجيد جدا خصوصا على الاطراف، ونقفل الاطراف قدام سفيان رحيمي وقدام كاكو، واللعب على المرتدات السريعه في دفاعات العين. طب هل ده معناه ان الاهلي هيدافع؟ لا طبعا، الطبيعي ان انت قدام الفرق الكبيره في المباريات الكبيره بتنزل بكل اللعيبه تحت الكوره، ولكن المهم ان انت لما تستخلص الكوره ازاي توصلها للمهاجمين باقل عدد لمسات وبسرعه عشان تستغل الدفاع المرتبك لنادي العين. دفاع نادي العين المهزوز جدا هذا الموسم تسبب في ان ترتيب نادي العين في الدوري الاماراتي هو المركز السادس برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، 2 فوز و2 تعادل وهزيمه واحده، وكان اخرهم هو التعادل مع فريق دبل حسن في المباراه اللي كانت الجمعه الماضيه 25 اكتوبر 1-1، وكمان التعادل كان في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع بالهدف اللي احرزه لاباكوجي. كمان نشوف ان ترتيب نادي العين في مجموعته في دوري ابطال اسيا هو ترتيب متاخر جدا، مركزه ال11 من 12 فريق برصيد نقطه واحده من 3 لقاءات، تلقى هزيمتين وتعادل تعادل واحد، والهزيمتين كان هزيمتين تقال، اخرهم كان مع الهلال السعودي 5-4 في دوري ابطال اسيا، وقبليهم كان من الغرافه القطري بنتيجه 4-2. النتائج دي مش معناها ان فريق العين فريق سهل، لا طبعا هو فريق كبير وفريق صعب جدا، بس برضه الناحيه الثانيه تقول لك ان هو فريق مش مستحيل تهزمه. يعني الاهلي لو ركز واستغل الفرص، امن دفاعاته ولعب على المرتدات واستغل الفرص اللي بيجيله، ان شاء الله نكسب بسهوله. وده يودينا لنقطه مهمه جدا وهي التشكيل المقترح للاهلي في اللقاء. انا اشوف ان التشكيل اللي لعب بيه كولر في نهائي السوبر المصري قصاد الزمالك هو التشكيل الامثل لهذا اللقاء، خصوصا خط الوسط اللي خلق لك سيطره كامله على اللقاء، وبمشاركه كوكا وامام عاشور ضمن لك الخروج السليم بالكره وضمن لك اللعب ورا خطوط نادي الزمالك. كمان من وراهم مروان عطيه القشاش اللي كان بيفسد كل هجمات الزمالك بمنتهى البراعه. الحاجه الوحيده اللي ممكن نضيفها على هذا التشكيل وهو مشاركه بيرسي تاو او رضا سليم اللي اجهز ما بينهم في مركز الجناح الايمن عشان تضمن نجاعه هجوميه افضل في هذا الجانب. ولكن كولر دايما بيفضل طاهر محمد ظاهر نظرا لان اداؤه الدفاعي افضل واداؤه البدني كمان افضل، خصوصا ان ممكن بنسبه كبيره يلعب في هذا المركز سفيان رحيمي، فهتبقى محتاج جناح بمواصفات دفاعيه. كمان احب اطمن جماهير النادي الاهلي على موقف المصابين، فان شاء الله بنسبه كبيره هيشارك بشكل طبيعي كل من وسام ابو علي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، كمان يوسف ايمن اللي ان شاء الله ما عندوش اي مشكله لو الجهاز الفني استدعاه، ولكن هيغيب كل من اشرف داري وخالد عبد الفتاح. وزي ما قلنا ان الاهلي لازم يلعب ماتش العين زي ما لعب ماتش الزمالك في نهائي السوبر، ولكن النقطه الوحيده اللي لازم تختلف عن اداء الاهلي في ماتش الزمالك وهي اضاعه الفرص. الاهلي لو استغل الفرص اللي جات له في ماتش
الزمالك كان زمانه خرج الشوط الاول بنتيجه 2-0، وكان ريح فرقته وريح جماهيره، ولكن اضاعه الفرص كهربت اللقاء ووصلته لضربات الجزاء الترجيحيه. مش عايزين ده يتكرر قدام العين، عايزين الفرص اللي تيجي تستغلها وتسجلها اهداف عشان تخلص الماتش ان شاء الله من بدري. الكلام ده بنقوله خصوصا ان فرقه العين لما بتحرز فيها هدف بيرتبك دفاعها جدا، وبيبقى سهل ان انت تحرز هدف تاني في خلال دقائق معدوده. ده شفناه في ماتش الهلال في دوري ابطال اسيا لما خسروا 5-4، وشفناه كمان في مباراه الوصل في الدوري الاماراتي لما كسب العين بنتيجه 4-2. تشكيله هيرنان كريسبو صاحب ال 49 عام ونجم ارجنتيني السابق وهو مدرب نادي العين الاماراتي الاساسيه اللي بيعتمد عليها في حراسه المرمى خالد عيسى. وهنا بنوشوش مهاجمي النادي الاهلي وبنقول لهم ان هو مش بيعيش افضل مستوياته. في خط الدفاع إيريك في مركز ظهير الايسر، كوامي اوتون وفابيو كاردوزو مساكين، بندر الاحبابي باك يمين، بيلعب في خط الوسط ببارك يونج وو وعبد الكريم تراوري وكاكو وبالاسيوس ومحمد عباس، وفي الهجوم بيلعب بسفيان رحيمي. وارد جدا طبعا ان هيرنان كريسبو يلعب بلابا كوجو المهاجم المخضرم كمهاجم صريح، ويلعب تحتيه بكاكو وبالاسيوس ويستغل سرعه سفيان رحيمي في مركز الجناح الايسر. عشان كده اشوف ان مارسيل كولر لازم يستمر في الاعتماد على اكرم توفيق في مركز الظهير الايمن عشان يوقف هجمات الجبهه اليسرى بقياده سفيان رحيمي. كمان الاجنحه لازم تؤدي واجباتها الدفاعيه على اكمل وجه. كمان لازم الاهلي يستغل الكرات الثابته لانها سلاح مهم جدا وممكن تخلص لك الماتش لو الدنيا اتأزمت. وشفنا في ماتش الزمالك فاولين كان ممكن يخلص بيهم الاهلي اللقاء، ردهم القائم والعارضه كان ممكن يغيروا النتيجه وكان ممكن يحققوا الفوز لصالح الاهلي. ان شاء الله الفائز من لقاء الاهلي والعين الاماراتي هيلاعب في نصف نهائي الانتركونتيننتال الفائز من ديربي الامريكتين، ثم ان شاء الله النهائي على ملعب لوسيل في قطر. نتمنى ان شاء الله وصول الاهلي للمباراه النهائيه ولملاء التتويج باللقب. وبعد ما لخصنا نقاط القوه والضعف في الفريقين، هل يتفوق هيرنان كريسبو صاحب ال 49 عام بالشباب والاندفاع، ام يتفوق مارسيل كولر مدرب الاهلي بالخبره في المواعيد الكبرى؟ نتمناها ان شاء الله قمه اهلاويه مصريه، ونتمنى الفرحه لجماهير الكره المصريه وجماهير الاهلي بالتحديد. كده حلقتنا خلصت، اراكم على الف خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.